مرحبا بكم، هذا عدد جديد من برنامج مراسلون. سنعرض عليكم مادة إعلامية وفرتها لنا امرأة سورية عادت إلى مسقط رأسها في الرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. أخفت عدستها وصورت الحياة هناك، حياة يغلب عليها اللون الأسود. الزميلة ليانا صالح جمعت الصور وأعدت لنا هذا التقرير. رزان الاسم المستعار لفتاة سورية لم يتجاوز عمرها 25 عاما. ويلات الحرب في بلادها دفعتها للهجرة. اليوم تعود إلى مسقط رأسها الرقة التي باتت تحت قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. اكتشحت رزان بالسواد واستعدت لرحلة محفوفة بالمخاطر. فإنه كان لازم أني أطلع بهذا المنظر بهالشكل هذا، بدي أفوت على مدينتي. جبت جزدان صغير وعملت ثقب للكاميرا وحطيت الكاميرا بالجزدان، سكرت عليه وحاولت اني احط له اكسسوارات بحيث انه ما تبين انه هاي عدسة كاميرا. كل شيء قاعد اسويه مشان بلدي، مشان سوريا، مشان الرقة. بس ما لقيت شيء احاربهم به غير الكاميرا. الكاميرا سلاحها والنقاب حارسها. رزان بدأت رحلتها من تركيا، سلكت الطريق البري وصولا إلى مدينتها. هنا صرخت رزان لأول مرة: الشعب يريد إسقاط النظام. فسقط النظام في المحافظة وأصبحت الرقة عاصمة لتنظيم الدولة الإسلامية. شباط 2014 تصل رزان إلى المدينة وتجول في شوارعها لرصد ما طرأ عليها من تغيرات. هنا تبدو الحياة للوهلة الأولى عادية ورتيبة. الناس تسير في الأسواق وعناصر التنظيم يسيرون بخطى واثقة، فقد أصبحوا أصحاب المكان. يعني المحافظة يعني داير ما يدورها هي مقرات لهم. مبنى المحافظة، كنيسة بشارة، القصر المحافظ اللي هو تحول لمشفى لهم مع مقر، يعني الكرنك السياحي. يعني داير ما يدور هاي المنطقة، وبقلب الثكنة بأكثر من 100 بيت المدنيين، يعني أصحابه طالعين برا البلد هاجين، اللي هو مفشولة البيوت ومستقرين بيها. تولى تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة إدارة شؤون الحياة المدنية، ووضع يده على كل شيء، بدءا من حركة المرور وصولا إلى المخابز، ليؤكد للسكان أنه دولة. بالمرحلة الأخيرة كان التواجد لهم بشكل فظيع، يمشون بشكل ارتال، يعني كل 10 15 20 واحد مع بعض يدورون على المحلات، يفوتون مثلا يكون عناصر من التنظيم مع زوجته وابنه، او مثلا هو وزوجته بالسوق يشترون، يتبضعون، يفوتون على المحلات الألبسة، يشترون، يدفعون مصاري، يعني مو أي كلام، ما يناقشون أساسا على السعر. وبالنسبة لرواتبهم، يعني المهاجر أعرف أنه أقل واحد من المهاجرين يأخذ $1200، وإذا زوجته تأخذ تقريبا نفس الشيء أو حتى لو أقل. يعني هاي حياة رفاهية مطلقة. لهم رواتب المهاجرين رواتبهم عالية، $400 للسوريين. هنا كل شيء يسير على ما يرام. المحلات تفتح أبوابها والنسوة يسرن في الشوارع متشحات بسواد النقاب الذي فرض عليهن بالقوة والترهيب. أما ناصية الشارع فتحولت إلى مسجد في الهواء الطلق لتأدية فريضة الصلاة بالنسبة للبعض، أو خوفا من تنظيم الدولة بالنسبة للبعض الآخر. أشوف الخوف، عالم نظراتها تايهة، ما حدا عرفان شنو تصاير. اللي يعرفونه انه بي قرارات قاعد تطلع وهم قاعدين ينفذونها، بس ما حدا عرفان لوين ماشي. الناس كلها ماشيه هيك يعني. خوف، كان الخوف فظيع، يعني فظيع، من الاطفال، الكبار، الصغار، العالم اللي بالسوق، الناس اللي واقفه على الفرن، كل مكان. عدد المصلين بالشوارع كبر،
والالتزام فورا. يعني يمكن حتى مبين بالتصوير انه مجرد ما رفع الاذان وقال الله اكبر تسمع صوت تسكير الابواب المحلات. الخير وبابه يصدع بالحق بحكمته واللطف كلامه. كما صار الحمد لله هذا ما كنا هنا يعني ما ذكرناهم لوحدهم الحمد لله اصبحوا الان يذهبون. انه يعني اذا ما الواحد مثلا ما التزم بالقانون وقت الصلاه شو ممكن يصير؟ قال لي انه يتسكر المحل يتشمع لمده شهر وحبس شهر لصاحب المحل، دفع 150,000 ليرة يعني مخالفة وجلد. الإعدامات الميدانية وتنفيذ الحدود على الناس أمام أعين السكان من الوسائل التي يتبعها عناصر التنظيم في إدارة شؤون الرقة. إرهاب سوى بقلوب الناس لما تعال ساحة ينعدم بيها كل كم يوم يحطون 2 3 ويعدمون، هذا اللي يقطعون راسه وهذا اللي يضربون عليه رصاص، وما حدا، المصيبة انه ما حدا يعرف هذول الناس شنو مسوين. نيسان 2014 تعود رزان إلى الرقة مجددا أملا في توثيق أكبر لشكل الحياة في ظل الدولة الإسلامية. لدخول المدينة لا بد من تجاوز هذا الحاجز. طلعت من عند المقر صورت الحاجز هذا اللي إذا بسكليت بده يفوت لازم يكون منهم، إذا شخص عادي بده يفوت يمكن رب العالمين عبا عن قلوبهم أو ما أعرف يعني شنو اللي صار، إنه أنا عديت بهذا المكان اللي هو يمكن يعني بنظري وأكيد هو أخطر مكان بالعالم. يعني ليش مسوين نحن؟ شنو سوينا تا ما نخاف الله؟ شو سوينا تا ما نخاف الله؟ أنت برأيك بالرقة بس بالرقة يلبسون النقاب العالم؟ ايه خلص هذا حكينا انه الناس كل واحد على دينه الله يعين. معناته الناس قاعد تلبس النقاب خوف يا اخوي بس مو اكثر. اجيكم من هنا في عند الحاج لبست النقاب، شنو مخافتها منه؟ لا مامي والله دحق هي كانت منقبه بس اختنقت هيك وفتحت لها الشباك حتى البنيه فتحت لها الشباك يجيها هواء. في الطريق تصطدم رزان بالشعارات التي كتبت على الحائط تمجيدا لتنظيم الدولة الإسلامية، وهنا نموذج جديد للأسرة المثالية. اللي لفت نظري إنه طفل صغير عمره أقل من سنة مع أمه شايلة سلاح وأبوه شايل سلاح. هذا المنظر حسسني إنه يعني صرت أفكر إنه هذا الطفل شنو بده يصير لما يكبر. ماشيين فاتن بالحديقة فمشيت وراهم، قعدت مقابلهم لسه ما قعدت، فاتت كتيبة بقلب الحديقة بداخل الحديقة سيارة بيها واحد عنصر ومعه عنصر يعني مرأة من الكتيبة النسائية. ما عم بفهم ليش؟ والله عن جد انا اسفه بس يمكن هذا شفاف شوي لا تواخذني. يا يبدا حلال احفظ السبب الله عمرك بسيطه خلص تأمر لا تواخذنا سامحنا. تتنفس رزان الصعداء بعد رحيل هذه الدورية التي يقودها رجل سعودي أتى خصيصا إلى الرقة لمراقبة تطبيق الشريعة. تدخل إلى الحديقة وتتجه نحو هذه الأسرة المسلحة. يعني باين وجهي؟ باين وجهي؟ طيب أنا آسفة. هذه السيدة لا تتكلم العربية. تغادر رزان الحديقة بحثا عما آل إليه جيرانها ومواطنوها. رحت على المطبخ الإغاثي شفت طوابير من الناس عالم فوق بعض، نسوان كله وأطفال يجون يجيبون معاهم الأواني الاسطول أو الطناجر وهم بنفس المكان عند المطبخ يعبوا لهم ياكلون ويروحون على بيوتهم. مرحبا، شو عم تاخذوا؟ أكل من المطبخ الإغاثي؟ شو هاد؟ بس شوربة؟ كل يوم فيه؟ كل يوم مع قراري نعمة الله. الحمد لله. من وين انت؟ من
من الرقة؟ كلكم جايين تاخذون اكل؟ اي والله. انت منين عجل؟ من الرقة. ثاني يوم اتصور اني رحت على كافينات وما بهدف يعني اي شيء، بدي افتح انترنت واتواصل مع العالم. فلسه ما قعدت على الجهاز، اجتني احدى المجاهدات التونسية، فحكت معي تقريبا يعني نص حكيها ما فهمته. قالت لي انه بس اللي فهمته انه قومي معلش تقومين من الجهاز لانه ما بي ولا جهاز فاضي. يعني هن كان المجموعة شيء 4 5، بس يعني كذا موقف صار انه كل ما احكي مع وحده واحاول اني استفسر منها من اي بلد هي، ليش جايه لهون، ما كانت تعطيني. فقط وحده فرنسيه كانت بالكافينات حكيت معاها، قالت لي انه سالتها من وين انت، قالت لي من فرنسا. قلت لها انه اصل فرنسا، قالت لي ايه انه اصلي من فرنسا وعايشه كنت بفرنسا. ليش جيتي لهين؟ قالت لي مشان احارب بشار والجيش الحر. وهي كان قالت لي اني بعد يومين بدي ازوج بنتي عمرها 13 سنه، بس ازوج بنتي اني اكون على استعداد لتفجير نفسي. Tu m'entends? 2 minutes, je vais vite faire aller là-bas. Je vais vite dire, ça sert à rien de pleurer ou d'avoir peur ou quoi. Ce que tu vois à la télé, c'est faux. T'as compris? Je vais pas me faire battre. Wallah, qu'est-ce que tu vois à la télé, c'est faux. Je vais vite faire aller là-bas, je dis pas une vraie après, c'est bon? Ils exagèrent tout à la télé. Ils exagèrent tout. Je coupe la vidéo. Là, faut pas s'inquiéter. Non, je coupe juste la vidéo. J'ai pas envie de revenir. De pourquoi? Parce que je suis bien ici. Non, pourquoi? Vous avez fait n'importe quoi. Ouais. Oh, je suis bien. Il y a tout ici. Mais moi, je t'assure qu'il y a tout ici. Il y a tout ici. Il y a quoi? C'est tout. Et là, normalement, quand tu viens, فتيات يافعات تركن بلادهن وأتين إلى الرقة بحثا عن معنى لحياتهن. معظمهن لا يتكلمن حتى العربية. تشير الإحصاءات الأخيرة أن 20% من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق هم من الأجانب. وقبل مغادرتها المدينة تتجه رزان إلى هذه الحديقة. أنا شفت الأطفال قبل لما كنت أنزل على الرقة قبل الدولة الإسلامية، وكنت ألامس الفرحة اللي عن جد كانوا عايشين بيها. تعلقوا بهذا الشيء بشكل مو طبيعي. صار عندهم ساعة الكابويرا، يعني هذه الجنة اللي هم رايحين عليها. كانوا يسوون اوبن دايز بالشوارع بالمدارس، يحتفلون مبسوطين، وكل واحد حاس حاله انه هو تعلم شيء جديد بحياته. جمع الدولة الإسلامية انحرمنا من الكابويرا، صرنا 2.5 شهور ما قام نتدرب كابويرا. يعني أنا مشتاقة للكابويرا والأرض الكابويرا وللحيفان هذن كلياتهن. أنا إلي ذكرى عندهن، وكنا نجي أني نجي نقعد غادي ونجيب الآلات ونقوم نبكي وإنه ليش راح عامر ومدري شنو. 5 شهور مرت على هذه الصور. بين حرب البراميل التي تتساقط اليوم من طيران النظام السوري وفرض التنظيم لشرائعه المتشددة، يبقى الأطفال هنا الضحية الأولى لجنون الاستبداد.